ليه دايما حاسه ان انت جسمك مش بيتغير رغم انك بتتمرني كل يوم؟ اهلا بكم بفيديو جديد. فيديو النهارده جاي لكم على مشكله دايما بيتكرر، والسؤال دايما بيتكرر. ما كنت شغاله فتره في جيم كان السؤال ده دايما بيجي ودايما بيتكرر. لو انا بقالي شهرين في الجيم، بقالي شهر في الجيم، بقالي 3 شهور في الجيم، وحاسه ان انا جسمي مش بيتغير، لا بيزيد ولا بيخس ولا اي حاجه. فانا جايه النهارده اقول لك على شويه حاجات ممكن تكوني في يومك بتعملها غلط، او هي بالنسبه لك عادي ممكن تكوني مش واخده بالك منها بس هي بتاثر عليك. تعالوا ما نعرف ايه الحاجات دي. اول حاجه طبعا هي الاكل. ناس كتير فاكره ان طالما بنزل جيم وبتمرن وده كله يبقى عادي، هعك براحته عادي، بس لا. الجسم مش بيتبني من التمرين بس، الجسم بيتبني من الاكل اللي انت بتاكليه بعد التمرين. يعني مثلا واحده هدفها ان هي تخس، فهتقلل اكلها قوي عشان فاكره ان هي كده هتخس اكتر. لا، جسمك هيضطر انه يوقف حرق، فهيدافع ويدافع عن نفسه. برضه نفس الحكايه، واحده برضه نفس عايزه تخس بس مش مهتمه قوي، اللي هو هاكل عادي اللي انا عايزاه، وبعد كده انا كده كده بروح الجيم فهتمرن واحرق اللي انا اكلته. انت كده استفدت ايه؟ استفدت ايه من التمرين اللي انت بتروحيه؟ ما استفدتش اي حاجه. انت كده بتعوضي اللي انت كلتيه، اللي انت حرقتيه باللي انت كلتيه. ما استفدتش اي حاجه. حاول ان انت تخلي اكلك متوازن، وتعرفي احتياجك اليومي ايه من سعراتك اليوميه، وحاولي ان انت توازنيها بين خضار وبروتين ونشويات وميه كتير جدا، هتفرق معاكي حرفيا. فخلي اكلك متوازن بده كله، والله حرفيا هتلاقي فرق كبير جدا. تاني حاجة النوم والتوتر. النوم مش رفاهية بالنسبة لك، النوم ده جزء من التمرين اللي انت بتعمليه حرفيا. مثلا واحدة بتنام 4 5 ساعات في يومها، جسمك مش بيلحق يجدد نفسه. فحاولي ان انت تنامي من 7 ل8 ساعات وتاخديهم كلهم على بعض، مش تقطعيهم خلال اليوم. هيفرق جدا جدا في جسمك. التوتر ده كفيل يبوظ لك كل حاجة. اكيد سمعنا عن ناس كتير بتخس على حسب الحاله النفسيه، وبيزيد برضه على حسب الحاله النفسيه، وده بيكون على حسب طبيعه كل جسم، كل واحده طبيعه جسمها ايه. فحاولي ان انت تظبطي كده حالتك النفسيه، والتوتر بتاعك كده يكون اهدى شويه. مثلا اعملي مثلا، خليكي مديتيشن مع نفسك 10 دقايق كل يوم قبل ما تنامي. حرفيا هيفرق جدا جدا في جسمك. تالت حاجة التمرين نفسه. مش أي تمرين هيديكي نفس النتيجة اللي انت محتاجاها. يعني مش هتكوني نفس التمرين اللي واحدة مثلا عايزة تظبط جسمها وتشده، زي اللي واحدة عايزة تخس، زي اللي واحدة عايزة تزيد. مثلا اللي عايزة تظبط جسمها ده هتشتغل على المقاومة والأوزان، اللي عايزة تخس هتشتغل على الكارديو، إن أكلها يكون مظبوط ومتوازن، ده كله. حاولي إن انت يكون عندك هدف وخطة للتمرين بتاعك عشان توصلي للهدف اللي انت عايزاه، أو توصلي للنتيجة اللي انت عايزاها. خلي بالك برضو ان الموضوع مش لازم يكون معقد. ممكن تبدأ واحدة واحدة مثلا من البيت. لو هتعملي مثلا 10 دقايق كارديو كل يوم في البيت مثلا، مش قادرة في اليوم الأول زودي حبة واحدة واحدة بقى. مش قادرة في الأول 10 دقايق، خليها 5 دقايق، بعد كده زودي دقيقتين، بعد كده زودي 3، بحيث ان انت تستمري على التمرين. مش تعبت أول يوم خلاص هريح تاني يوم وابدأ في اليوم اللي بعده. لا، خليكي بالراحة على نفسك، وخلي الأمور بسيطة بالنسبة لك. وحاولي ان انت ما تستعجليش على النتيجة كده كده هتيجي واحدة واحدة. الخلاصة ان جسمك محتاج يكون متوازن بين اكل متوازن، نوم كويس، تمرين مناسب ليكي، وهدف خطة مناسبة ليكي. وبس كده. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو حتى لو شوية صغيرين قد كده. واشوفكم الفيديو الجاي. متنسوش تنزلوا تعملوا تشتركوا لايك، الحاجات دي كلها. وبس كده. اشوفكم الفيديو الجاي. باي.